مساء الخير. عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى ان يكون ما تاخرتش عليكم، بس زي ما انتم شايفين غيرت السيت اب اللي ورايا بطريقه غير مباشره. بس النهارده عندنا يوم جديد، هنتكلم في حاجه جديده. والحاجه اللي انا جاي فيها النهارده، اللي انا عامله، التغيير اللي انا عامله دي كانت نصيحه جايه من لايف كوتش عزيز عليا. قال لي يا احمد، انت عشان تتحسن وتثبت للناس موهبتك وقدرتك على الحكي، لازم تغير من شكلك ومن مظهرك. وعشان كده حلقت ودرجت الجناب وبصيت تدريجة. حابب ازوم في الإيديت. فسمعت كلام اللايف كوتش وحياتي خدت نوز دايف للأسوأ من ساعتها، بس بتتحسن بتتحسن. فالسؤال بقى هنا الواضح يعني، واللي احنا محتاجين نسأله هو ازاي اللايف كوتشز دول طلعوا منين؟ يعني بجد لما اجي افكر في الموضوع كده، اللي هو انت ازاي بقيت لايف كوتش؟ انت عملت ايه في حياتك عشان تبقى لايف كوتش؟ زي واحد عنده 27 سنه بقى لايف كوتش، يعني إن انت جبت منين الخبره الكافيه ان انت تقول لي انا عرفت الحياه دي ماشيه ازاي؟ انا جاي اعلمك بقى، انا جاي اقول لك ان انت محتاج الزتونه. جاي يقول لي الزتونه؟ زتونه ايه يا معلم؟ انت عندك 27 سنه، انت ما اتجوزتش يالا. انت ما اتجوزتش، ما عندكش ما خلفتش، ما عندكش عيل، ما فتحتش بيزنس، ما رسمتش شجره، ما عشتش التجارب اللي هم عاشوها، ما رحتش فنزويلا وهناك حاولت تزرع قمح، ما عشتش الناس السود عاشوه في مزارع القطن زمان. آه، ما عشتش كل التجارب دي يعني. فانت انت ازاي حكمت على نفسك ان انت تقدر تيجي وتقول لي انا هاخد منك فلوس علشان انصحك واقول لك انت محتاج تعمل ايه في حياتك عشان تبقى شخص كويس؟ ازاي يا معلم؟ يعني جبتها منين؟ فكرت فيها ازاي؟ السايد هاسل دي عملتها منين؟ يعني انت بقيت معتمد ازاي؟ وخدت كورسات من يعني ايه كورسات لايف كوتشنج بجد بقى؟ يعني ده سؤال واضح وصريح. يعني ايه كورسات لايف كوتشنج؟ يعني ايه هتديني ايه انت كلايف كوتش؟ يعني انت مدرب حياتي؟ يعني ايه مدرب حياتي اصلا؟ فاهم ازاي؟ يعني ايه؟ يعني بجد الفكرة لوحدها مش شغالة. اللي هو انت مدرب حياتي، يعني ايه مدرب حياتي؟ يعني ايه هتمرني ازاي اعيش؟ امال انا جاي اعمل ايه؟ فاهم؟ يعني لو انا محتاج اتمرن ازاي اعيش، ما انا كده محتاج اتمرن ازاي اكل، ازاي ادخل الحمام. ودي حاجات حصلت من وانا صغير في السن، بس برضه مدرب حياتي. مش عارف، لسه بفكر في الموضوع لحد دلوقتي، وبحاول انجذب للفكرة، مش قادر انجذب لها يعني. مش قادر انجذب لان اي شخص للاسف هو فشل في ان هو يدخل كلية طب ويبقى دكتور معالج نفسي. بقى بيقول على نفسه ثيرابيست او لايف كوتش. وبتيجي ناس تطلع تقول لك انت لو عندك حموضة فانت تروح لثيرابيست، لكن لو عندك تقوس فانت تروح للايف كوتش. طب وازاي؟ وحطيته النظرية على اساس ايه؟ واحنا خدنا القرار على اساس ايه؟ وازاي سمحنا ان يبقى في لايف كوتشز بياخدوا فلوس مش قليلة علشان يدربونا نعيش ازاي؟ وغالبا نصايحهم ما بتكونش، يعني ما اعتقدش ان هي تيجي حاجة جنب نصايح عادل امام او عم شكشك او وات ايفر بقى. عادل شكل الزعامة اخد منه نصيحة اكتر من ان انا اخدها من لايف كوتش. على الاقل الزعامة خايف عليا فعلا، مش عايز مني فلوس. فاللايف كوتش دي ظاهرة غريبة جدا، بجد ظاهرة غريبة جدا. ومعرفش ليه بدأت تنتشر دلوقتي. يعني الناس في الثمانينات والتسعينات ما كانتش محتاجة حد يعلمها ازاي تعيش. انسان الكهف ما كانش عايز حد يعلمه ازاي يعيش. يعني المهنة ازاي ما حدش وصل لها ان هو انا هبقى لايف كوتش؟ يعني ليه بقت في 2020، من اول 2020 وانت طالع من بعد الكورونا الناس كلها بقت قاعدة في البيت وعندها وقت فراغ كتير؟ بقوا عادي، اللي هو احنا ممكن نمرن الناس ازاي تعيش عادي، يعني ايه اللي هيحصل؟ وفعلا في ناس وافقت وبقت بتدفع فلوس لان عايز تتعلم ازاي اعيش. انت مبسوط دلوقتي؟ بجد مش فاهم. يعني انا لو انا عندي مشاكل نفسيه هروح لشخص دكتور نفساني، سايكايترست او ثيرابيست او وات ايفر. دكتور نفسي يعني شخص دكتور نفسي، معالج نفسي. يعني ما اعرفش ايه الفرق بين الدكتور والمعالج عشان ما حدش يجي يسالني، ما اعرفش. بس شخص ليه علاقه وعنده دارس وعنده علم ازاي اواجه المشاكل اللي انا بواجهها في حياتي والمواقف اللي بتعرض لها. بس ازاي بقى في اللايف كوتش ده جه منين؟ ما انا مش عارف ازاي، فين الجاب اللي اتولد فيها اللايف كوتش؟
يعني هل هو بياخد فلوس قليله؟ معظم اللايف كوتشز ما بياخدوش فلوس قليله خالص. فازاي الجاب اللي في السوق دي تولد فيها شخص سمى نفسه لايف كوتش، وجاب بعديه ناس كتير قوي عملوا شركات لايف كوتشنج. الموضوع توسع مننا بقى شركه لايف كوتشنج. انا عندي شركه لايف كوتشنج فيها 3 ولاد خالتي وابن عمتي وشغالين والدنيا تمام. فازاي يعني؟ برضو لما باجي افكر في الموضوع برضو اللي هو ليه؟ طيب طب انا برضو ليه؟ ما انا لو معايا فلوس اروح اللايف كوتش، لان هم بياخدوا فلوس مش قليله، او معظمهم، مش هقول كلهم بس يعني ستيل مش حاجه رخيصه يعني، هي لاكجري شويه. فما اروح لثيرابيست وما فرقتش كتير يعني، وزيد زي عبيد زي ما بيقولوا، او احمد زي الحاج احمد، او تيت والشريط يعني بجد انتوا جيتوا منين يا جماعه؟ انتوا جيتوا منين بجد؟ شغلتكوا ايه؟ يعني انت بجد شغلتك تقول لي ان انت لو صحيت الصبح الساعة 6 ودخلت خدت دش ساقع، بعديها قعدت كلت توستاية سن اسمر مش ابيض، عليها شريحة جبنة جودة من عند محمود الفار، مش من عند مثلا كارفور او فتح الله، من عند محمود الفار. ليه؟ لان هو بيجيب النيوزيلندي. انت مش عايز تاكل الفرنساوي، لا انت عايز تاكل النيوزيلندي مخصوص. ليه بقى ده؟ لان البقرة النيوزيلندي زمان كانت بتتربى على ألحان بيتهوفن، وحاليا على ألحان توليت. طب ماشي يا معلم يعني، ماشي. وبعدين وبعد ما تاكل التوستية بشريحة الجبنة الجودة، ساعتها هتاخد البروتين شيك بتاعك. البروتين شيك بتاعك ده لازم يكون فانيلا مش شوكليت، عشان الشوكليت في ناس عندها حساسية منها. وبعد ما تاخد الشوكليت سوري شايفين انا اتلخبطت ازاي؟ دي غلطة ما يقعش فيها لايف كوتش محترف، دي للمبتدئين بس. بعد ما تاخد البروتين شيك الفانيلا بتاعك، تنزل تجري بالظبط 3 كيلو 750 متر. ليه؟ دي المسافة من بيتك لحد الجيم. لازم الجيم بتاعك يبقى على بعد 3 كيلو 750 متر، مش اقل من كده ولا اكتر من كده، عشان لما توصل الجيم تكون خدت الكارديو بتاعك، فتخش على الجيم تشيل اوزانك وتشتغل. وبعد ما تخلص اوزانك تخلص تستحمى، تروح شغلك. تروح شغلك انت اوريدي خدت الورك اوت، خدت الكارديو، خدت البروتين شيك بتاعك، فطرت توستيت بالجبنه الجوده. ودلوقتي انت تقدر تواجه يومك وتواجه الحياه وتواجه ابو العفاف اللي في الدور السادس اللي على طول بتبعت عليك شغلها وهي مش موجوده اصلا، وبتحاول تتعامل مع ابنها التاسع. فماشي يا معلم. وبعدين بعدين مشاكلي التانية بقى اللي في الحياة واجهها ازاي؟ لا ما هو بس ده الجدول. انت لو عملت كده مش محتاج حاجة، هتبقى مبسوط خلاص. انت هتبقى مبسوط طالما انت عرفت اللايف ستايل، يبقى انت هتبقى مبسوط. طالما خدت الدش الساقع الساعة 6 الصبح تبقى انت مبسوط. وبقوا كتير قوي يعني بجد. ليه بقى في لايف كوتشز كتير قوي كده؟ زي ما بقى في مطعم فرايد تشيكن كتير يعني. دي مأساة احنا بنواجهها دلوقتي. اي حد معاه فلوس بيفتح مطعم فرايد تشيكن، وبينجح وبيفشل. دي حاجة بتعتمد على الماركتينج والعروض اللي بيعملها والاسعار والكلام ده كله، فده مش موضوعنا. بس فعلا الفرايد تشيكن بقوا كتير قوي، واللايف كوتشز بقوا كتير قوي. وبيطلعوا بقى على النت اللي هو انا جاي لايف كوتشك بقى وهكاتشنك وهعليك، وانا اللي معايا انت هتوصل لهدفك الاسمى في الحياة، وهو ان انت تبقى سماد عضوي بعد ما تتوفى ويبنوا وتطلع عليك شجرة الناس ياكلوا من تفاحها عشان يبقوا كلوا من خيرك برضه. اللي هو يا جدعان ليه؟ ليه العبط ده كله؟ واحنا ليه بقى في اللايف كوتش؟ بجد من الوظائف اللي بجد ملهاش لازمة يعني. في سلسلة وظائف غريبة جدا ابتدعناها ومكملة معانا لحد دلوقتي، والناس بتاكل منها عيش. هي دي أرزاق ناس وربنا يبارك لهم فيها يعني. أنا ما عنديش مشكلة مع ده، بس عندي مشكلة مع فكرة إن فعلا الناس بقت بتاخد الموضوع جد بزيادة. يعني اللي هو كل واحد فينا عارف اللايف كوتش بيعمل ايه، وانت عارف نفسك انت بتعمل ايه بكل جدية. فما تفورهاش يا معلم يعني. خلي البساطة احمدي، خلي الدنيا سهلة تعدي يعني. ما تكبرش الموضوع. انت مش ماشي مع ميسي يعني. انت مش بتوديني كاس العالم يعني. انت في الاخر هتديني شويه نصايح وغالبا مش هعرف امشي عليها، وهكسل امشي عليها لان هي نصايح. غالبا هحس ان انا متشجع ولو يلا بينا، وبعد كده خلاص صباح الفل يعني. فبس فانا نصيحتي للناس اللي بتروح للايف كوتشز: كملوا، ربنا معاكم ان شاء الله هتوصلوا لحل احلى واهدى.
وما يا ريت الناس اللي بتوع لايف كوتشز هيجوا يهاجموني، بس انا مش جاي اثير البلبله، انا جاي بس اقول ان انتوا غالبا انتوا كنتوا بتحاولوا تفل اجاب، وللاسف انتوا بقى بوجودكم ما بقاش فيلنج جاب، انتوا بقيتوا حاجه ناس كتير قوي بتتجه لها، وهي للاسف مش حاسسها اهم حاجه في الدنيا يعني. وفي بدايل اقوى واحسن يعني. بس انا مش جاي اسير البلبله، مش جاي اهاجم حد يعني. بس فانت او انتي كلايف كوتش، انا بهنيكوا ان انتوا عرفتوا توصلوا لكارير يقدر يكسبكوا اموال مش قليله. بس انا محتاج اسال سؤال واضح وصريح. احنا لو استغنينا عن اللايف كوتش ممكن نوصل لايه؟ حاسس ان احنا ممكن نوصل لحتت حلوه جدا يعني. ما اعرفش ليه انا قررت اهاجم اللايف كوتشز بالطريقه دي، بس خلاص بقى، القطة خرجت من الصندوق، او whatever بقى يعني. هو الموضوع وصل بينا للعدوانية والعنف ان انا مش هقدر اتراجع عن اللي انا قلته. آه، فانا مش بكرهكم، انا بس شايف ان وجودكم ليه تأثير سلبي على المجتمع، وان انتوا ناس معظمكم ناس بيعملوا كلام مش علمي، ملوش اسس علمية، بس الناس بتتبسط لان هي الناس شايفاكوا عايشين اللايف ستايل اللي هم نفسهم يعيشوه، وعشان كده بيدفعوا لكم الاسعار الغالية اللي انتوا بتاخدوها، فانتوا بتبيعوا لايف ستايل مش بتبيعوا سيرفيس. وللاسف معظم الناس ما بتعرفش تمشي على اللايف ستايل ده يعني، وجهة نظري الصراحة. فبس انا بغرق ليه مش عارف. سحقا لللايف كوتشز، وسحقا لان لازم اللايف كوتشز بقوا موجودين كتير قوي، وجابوا وبجد بقى ده يعني. انا لحد دلوقتي لسه مش عارف انت اكتسبت خبرة حياتك منين يعني. انت شخص عندك 30 سنة او وات ايفر يا معلم، انت اكتسبت خبرة حياتك منين؟ انت منين جاي تقول لي انا عندي خبرة في الحياة محتاج اعلمها لك؟ يا ريس انت بتعلمني ايه اصلا؟ او مين قال لك ان انا محتاج العلم بتاعك؟ ومين قال لك ان خبرتك دي صح وهتفيدني بجد يعني؟ برضه ممكن خبرتك دي تكون معتمدة على الكثير من الحاجات اللي مشت في اتجاهك بحظ وكرم من ربنا، وانت جاي تبيع لي ده؟ بتبيع لي ايه؟ ما انت كده بتبيع لي ورق في ميه او عصفور على الشجره. ف هي الحاجة الوحيدة اللي أقدر أقولها إن اللايف كوتشز برضو مهنة اتولدت من العدم في خلال أزمة الكورونا. ناس ما كانتش عارفة توصل إن هي تبقى ثيرابيست أو سايكايترست، وما كانتش عارفة تمرن رياضة عادية، فقررنا إن إحنا هنمرن الحياة. و... وبس، وغالبا أساليبهم مريرة، ولحد دلوقتي أنا لم ولن أقتنع باللايف كوتشز عامة. بس انا شايف ان الحياة هي ماشية على سلسلة من الاولويات، كل واحد يختار اولوياته ويجهز لها ويتمرد على الواقع يعني. تمرد على الواقع حبيبي، ولا يشغلك حاجة، ومحدش هنا يعرف اكتر من ان انت تعرفه، محدش عارف حاجة اصلا. ما تخليش حد يضحك عليك بكلمتين ويقول لك انا همرنك في الحياة وهو اصغر منك في السن يعني. هو لا عنده العلم ولا الخبرة الكافية في الحياة ان هو يجي ينصحك تعمل ايه وما تعملش ايه. هم بس اتوجدوا بسبب وجود فراغ عاطفي للشعب وللمجتمع، والمجتمعات الغربية اللي هم أساسا مجتمعات 99% منهم 99% منهم ناس في ليفل من التفاهة، ومشاكلهم معظم الناس مشاكلهم أقل بكتير من مشاكل الناس العادية. فبس ف enjoy your life يا معلم، اتبسط، افرح، اشرب، كل، نام. أهم حاجة النوم، النوم مهم جدا. ما تعملش زيي وأنا بسجل الحلقة دي الساعة 3 الا ربع. وبس، نام نام وارتاح، يأتيك النجاح. وبس يعني ده اللي انا هقوله، ان الناس كلها لا تقتنع ان هناك من يعرف اكتر منك. في ناس اكيد عارفه اكتر منك، بس ما تقتنعش ان في حد بيقول لك انا عارف اكتر منك فهات فلوس عشان اديك نصيحه. مش حاسس ان دول ناس فعلا يعرفوا اكتر منك. بس اتمنى تكونوا اتبسطتوا، ضحكتوا، واتمنى تكونوا وصلتوا للي انا واصل له حاليا، واتمنى تكونوا وصلتوا لمحل الفرايد تشيكن اللي هو كويس، لان بقوا كتير جدا فعليا. وبس، اتمنى ان كل واحد يعيش حياة سعيدة مبسوطة. سلام. بيس.